كم مرة حسيت إنك اليوم خلص وإنت ما عملتش حاجة؟ طيب، اديني دقيقتين بس وهقولك إزاي حاجات صغيرة جدا بتسرق منك اليوم كله. بص، كل فيديو عن تنظيم الوقت بيقولك اكتب قائمة مهامك. تمام، بس أغبى حاجة ممكن تعملها إنك تكتب كل حاجة في القائمة دي. يعني هتكتب إنك تغسل المواعين وترد على إيميل وترتب سريرك، كل حاجة صغيرة وكبيرة محشورة في قائمة واحدة، والنتيجة بتتوتر ومش بتعمل حاجة. هنا بقى بيجي دور قاعدة الدقيقتين اللي اتكلم عنها ديفيد ألين. ببساطة، أي مهمة تاخد أقل من دقيقتين اعملها في الوقت حالاً. مثلاً، شفت الزبالة؟ ارميها. هدوم على الأرض حطها في الغسالة. كوباية فاضية وديها المطبخ. حاجات بسيطة، بس لو سبتها هتتجمع وتخنقك. والمصيبة الأكبر إنها بتقطع تركيزك. يعني أنت قاعد بتذاكر، مخك اشتغل، فجأة تفتكر إنك منظفتش المكتب، تقوم تتشتت، ترجع تلاقي دماغك قالتلك تصبح على خير يا نجم. ضيعت تركيزك، وكل ده عشان حاجة تاخد دقيقة. عشان كده قبل ما تبدأ يومك بص كده على مهامك واسأل نفسك، إيه الحاجات اللي تاخد أقل من دقيقتين؟ اعملهم دلوقتي وخلاص. ريح دماغك وفضي طريقك للحاجات اللي بجد تستاهل مجهودك. والأحلى إنك تقدر تطبق القاعدة دي حتى في المهام الكبيرة. قسمها، شوف أول جزء تاخد فيه دقيقتين وابدأ بيه. القاعدة دي هتقلل التسويف وتخفف التوتر وتديك إحساس بالإنجاز يخلي مخك يكمل، وهتخليك تخلص الحاجات الكبيرة براحة من غير ما تتقطع كل شوية. بس خلي بالك، ما تبقاش تستخدم القاعدة دي عشان تسيب الحاجات المهمة وتغرق في التفاهات. كن ذكي واعرف إمتى تنفذها وإمتى تقول لأ، دي مش دلوقتي. ما تسيبش الحاجات الصغيرة تسرقك من حلمك الكبير. خليك مركز وابدأ بخطوة بسيطة، ولو حسيت إن الكلام ده لمسك اعمل لايك وسبسكرايب وابعته لحد ممكن يستفيد.